مدرب محق، لانه فريقه في 13 او 14 لاعب مع المنتخب الاول، فكيف انا ما عاد عندي لعيبه، يعني اللعيبه هذا، فانا منحتهم هذه الاجازه لانها لها ظروفها. والفريق الهلالي كان اكثر الانديه الداعمه للمنتخب باكثر من 12 لاعب. الخساره انا اشوف انها ما فيها اي شيء، يعني عاديه، مباراه عاديه انتهت بخساره فريق جاهز وفريق غير جاهز، انتهت بخساره الفريق الغير جاهز. ردود الافعال انا اشوف انها ردود الافعال الهلاليه كانت يعني دافئه. ردود الافعال النصراويه اللي ما هو بطرف في الموضوع كانت ساخنه كثير جدا، يعني كانوا سعيدين بهذه الخساره. طيب انتم يا مغرد يا نصراوي، يا مشجع يا نصراوي، يا اعلامي يا نصراوي، انت الان فرحان انه الهلال خسر مباراه وديه ضد نيوكاسل في هذه. طيب العام الماضي الهلال فاز عليك 4-0 في الدوري، وفاز عليك في 2-1 في كاس آسيا، و2-1 في كاس الملك، وأخرجك من جميع البطولات في مرسول بارك. ما شفنا يعني لك ردة فعل يعني تنادي بتصحيح مثل هذه الخسائر المتتالية. يعني احنا لما نقول ان احنا لنا رسالة تنويرية نهدف الى هذا الشيء. خسارة نادي حتى لو كان هذا المنافس وحتى لو كانت كبيرة تراها لا تنفع النصر بشيء مهما تكن هذه الخسارة، سواء خسارة كبيرة أو خسارة متوسطة في غياب لاعبين أو في حضور لاعبين، تراها ما تنفع النصر بأي شيء. ما ينفع النصر هو دعم النادي. يعني أبطال المساحات، أبطال التويتر، ما شفتهم في الملعب في مباراة النصر ولا ميري، ما شفتهم أبدا. أنا كنت موجود في الملعب، ما شفتهم أبدا. شفتكم في التويتر، شفتكم في المساحات، شفتكم